تخيل معايا تقرا 5 سنين في الجامعه، من بعد تتخرج وتفرح ايتو، من بعد تبدا تحوس وتحوس وتحوس. تحوس على واش؟ تحوس على خدمه. هنا اكيد راح تحس بواحد مجموعه من مشاعر سلبيه. هذو المشاعر كامل يندرجوا ضمن ما يسمى بالمرحله الانتقاليه، يسمى هنا يسموها ترانزيشن فيز. هذه المرحله هذه المرحله كما قلنا تحس فيها بمشاعر يعني الاحباط، كما قلنا يحكمك الاحباط، زيد يتشكل لك نوع من الغموض هكا تجاه يعني المسار المهني تاعك، ماكش عارف وين راك رايح. اوسي كاين يعني الضغط النفسي والاجتماعي، هذا تاني راهو يلعب دور كبير. وتاني الحاله تاع انك يعني نوعا ما تفقد الثقه بالنفس تاعك، فقدان الثقه بالنفس. امر هذا ماهوش مجرد كلام، وانما كل هذه المشاعر السلبيه رايحه تتشكل لك يعني في المرحله هذه. يعني نادرا وين تلقى الناس اللي ممكن اللي يلقاو خدمه ولا ما يطولوش فيها بزاف، مي الاغلبيه يعني يطولوا فيها و يعني يتشربوا بهذه المشاعر. شغلنا هنا في الحاله هذه كامل نحسوا بنوع من يعني عدم التحكم في الحياه نتاعنا. شغل ما نقدروش نحسوا بالشعور تاع انه ما نقدروش نتحكموا في الحياه نتاعنا، خاصه يعني المسار المهني. يعني الحياه هنا ماهيش الحياه بكل، مي الوجهه المهنيه او المسار المهني اللي رايحين نروحوا له مستقبلا. دونك كي ما نتحكموش في هذا المسار، جونغ يتولدوا لنا هذو المشاعر. حنا واش رايحين نديروا هنا؟ حنا نحاولوا انه ما نقولوش نتحكموا، هو الرزق بيد ربي سبحانه. عندنا ليك يعني طريقه باش على الاقل تكون عندك ايدي على واش راهو يستنى فيك يعني، ولا مستقبلك المهني دو مانيير جينيرال. كبدايه اول حاجه ديرها هي انك تحدد الهدف المهني نتاعك. تحدد الهدف المهني نتاعك. هنا واش نقصدوا بالهدف المهني؟ دونك كاين عباد بار اكزومبل تلقاه يحب باغي وظيفه، كاين اللي يحب وظيفه، كاين اللي باغي يبدا العمل الخاص نتاعو وظيفه، وكاين اللي يحب يبدا العمل الخاص نتاعو، وكاين اللي ماهوش حاب عمل يكون اوفلاين، اسمه ماهوش حاب يكون محل ولا يعني عنده موقع، يحب انه يخدم نقولوا كيما هم يديروا دوك المقاولين الذاتيين يعني لايك جرافيك ديزاينر، ولا اسمه يخدم اونلاين ويخدم وحده. كل واحد كيفاش. شوفوا هو هنا لازم تحدد الهدف نتاعك. علاش؟ لانه كي تحدد الهدف راهو كل من هادو كامل راهي كل وحده وعندها المسار نتاعها، ما يمكنش انت راك باغيهم كامل، لا لازم بدايه تبدا تحب راك باغي وظيفه، ولا راك باغي وشي اكزاكت واش راك باغي، ولا باغي كولابوراسيون مثلا انت ناشط في مجال معين حاب كولابوراسيون، واش راك باغي بالضبط. جينيرالمون تلقى الاغلبيه يا باغيين وظيفه، يا باغيين يخدموا يعني يبداو العمل الخاص تاعهم، هي باغيين انهم يخدموا في سوسيتي بريفي، ولا سا ديبون واش راهم باغيين. دونك حدد الهدف المهني نتاعك. بعدها وين نروحوا انك لازم تدير خطه عمل. خطه العمل هذه للبحث عن عمل. تخيل يجيك بيزار، مي هذا هو الواقع، انك دير بلان تبلانيفي فيه واش راك رايح دير جينيرالمون. انك تبعث مثلا تحوس على الشركات اللي عندك امكانيه تخدم فيهم، تفهم التخصص تاعك، المجال تاعك وين تقدر تخدم بالضبط، تشوف المؤسسات والوظيفه العمومي ولا المؤسسات الخاصه، ولا حتى اذا عندك الاحتماليه تقدر تخدم بريفي وحدك. تسمى انت تحل مشروع، اسكو عندك راس مال، ما عندكش مشروع تاعك يقدر يكون ب0 دينار ولا بمبلغ مالي كبير. دونك هذو كامل يعني تحددوا خطه متكامله. دونك كي تحب وظيفه لازمك دير سي في، دير لينكدين، لما تبعث ايميل احترافي كيفاش دير فيديو بيتش، هذو كامل حددهم في واش، في خطه عمل متكامله. بعدها وين نروحوا يعني النقطه الثالثه، وهي انه يكون عندك حزمة توظيف. وش نقصدوا بهذا الكلام؟ هنا حزمة التوظيف نقصدوا بها عندنا CV، الله يكون CV قوي. اسكو CV خارج البلاد يعني في الخارج ولا داخل الوطن،
وين اكزاكت لازم هنا تحدد، باسكو اللي في الخارج راهم يحتاجوا سي في ATS، لا بلوبار تاعهم يحتاجوا سي في ATS. الداخل سا ديبون، الداخل يعني جينيرالمون يحتاجوا سي في نورمال يعني. مي مبدئيا لازم تكون عندك يندي اسكو المؤسسه تحتاج سي في ATS ولا سي في نورمال. بعدها نروحوا لينكدين بروفايل. لينكدين هنا وشي هو لينكدين؟ هو عباره عن منصه مهنيه، يعني منصه مهنيه هي اكبر منصه مهنيه في العالم باش نكونوا في الصوره. كاينين منصات اخرى مي هذه هي لا باز، سي بور سا رانا ديما نركزوا عليها. دونك هنا لينكدين دير بروفايل، تبحث كيفاش دير. راني حاطه نورمالمون ريز بخصوص هذا الموضوع، حطيتكم كيفاش شفت هو لينكدين بروفايل، كيفاش يعني تفاصيل كامل، ميم دايره تقييمات لبعض البروفايلات. دونك ادخلوا وتلقاو كل شيء تما. سينو اذا شفتوا روحكم ما قدرتوش ولا اكيد تواصلوا معنا وحين نعاونكم. هذا فيما يخص حزمه التوظيف. ايضا لا باز نورمالمون نكتبها هي الاولى، لا باز اللي هي ايميل احترافي، ايميل بروفيسيونيل برو. هذا الايميل بروفيسيونيل يسمى تكون فيه الاسم واللقب تاعك، ما تكونش فيه كوكو لابيل ولا الفارس ميغوار ولا جو سي با. كاين واحد الايميلات شويه نوعا ما ماهيش بروفيسيونيل، وكي يشوفها الشخص ما يحسش انه الانسان هذا عنده امكانيه انه يقدر يركوتيه عنده يعني. دونك ديروا ديما الايميل برو. بعدها في حزمه التوظيف كاين جماعه اللي يديروا بورتفوليو. بورتفوليو هذا بورتفوليو هنا هو خاص جينيرالمون بالمبرمجين، عندك المصممين الجرافيك ديزاينر هنا، وعندك ايضا المصورين فوتوغرافيين، مصور فوتوغرافي، هادو اللي يحتاجوا بورتفوليو. كاين خدمات اخرى يعني قدموها بعض يعني كاين استثناءات، المهم هادو الغالبيه اللي يحتاجوا بورتفوليو. دونك قلنا البورتفوليو، قلنا الايميل برو، وقلنا لينكدين منصه مهنيه، والسي في. هذم فيه حزمه التوظيف اللي راهم هي كافر لاتر، رسائل التغطيه. رسائل التغطيه هذو اللي يرافقوا لو سي في تاعك، هذو حزمه التوظيف. نروحوا بعدها للنقطه الرابعه، وهي انك تخدم ما يسمى بالفيديو بيتش. هذا الفيديو وش فيه؟ هذا الفيديو يعني كاين بعض الشركات مؤسسات سواء يعني تسجل في ايفينمون ولا تسجل في يعني بعض تروح مثلا حاب تطوع ولا هنا يدومونديو لك فيديو بيتش. ايضا كاين بعض الشركات اللي تكون بعيده ويحبوا انهم يشوفوا كيفاش تقدم نفسك، الكاريزما تاعك كيفاش، يعني شكون انت بالضبط. هنا في واش في هذا النوع من الفيديوهات، فيديو يسمى تقدم فيه نفسك. كاين ايضا يعني ما يسمى بالبروفايلات وكالات التوظيف، هذه تندرج ضمن وكالات التوظيف. كما في الجزائر عندنا وكالة المعروفة بزاف اللي هي امبلواتيك، امبلوا بارتنر. عندك يعني كاينين اخرين، يعني هذو من انا نعطيتك النيسيسير سما لا باز اللي هما معروفين، احنا نمدوا لكم المعروفين. امبلواتيك امبلوا بارتنر. هنا ديروا في بالكم امبلواتيك راهي عندهم سيستم فلتراسيون، شغل البروفايل تاعك كي يكون موجود في شغل كي تدخل وكي ديروا كيما لينكدين، شغل تعمر المعلومات كامل. البروفايل هذا راهو مباشره هو اللي يروح عند المعني، هو اللي يروح عند الشركه اللي حابه توظف. فقط هنا ديروا في بالكم، انا على حد علمي يعني على اخر التحديثات اللي بحثت فيها بهذا الخصوص، جينيرالمون المناطق اللي تلقى فيهم ينشطوا بزاف المؤسسات اللي هما المناطق كما نقولوا المدن الكبرى، كيما الجي، كيما اورون، كيما عنابه، قسطنطين. هادو جماعه يعني جنوب جو كخوا يعني سا ديبون، لازم يديبلاسيو. المهم انتم حوسوا، هي انا عطيت لكم يعني كيما نقولوا راس الخيط، وانتم ابحثوا. راهم كل مره يديروا دي زانونس جدد، يعني قادره مؤسسه تكون نقولوا في بسكره تحب انها تتعاقد مع امبلواتيك، تقدر فاسيلمون يعني دير انونس. دونك ادخلوا وابحثوا بهذا الخصوص. دو توت فاصون جامي تفقد الثقه بنفسك. الثقه بالنفس
ماهيش مجرد كلام، هي الاساس. لانه شتي تعود عندك ثقه بالنفس عادي جدا. دير في بالك انه قيمتك ماهيش بالعمل في حد ذاته. درك بزاف ناس تلقاهم اكفاء ولاباس عليهم، مي في اسيغتو مومون لهنا كي ما يلقاش روحو في كيما نقولوا في رحله البحث نتاعو، يعود يشوف روحو القيمه تاعو متدنيه، يقول لك انا كيفاش وعلى فلان ومن هون. جامي تشوفوا للناس، شوفوا لرواحكم، طوروا مهاراتكم، ما تنتظروش. ديروا خطه العمل تاعكم، المسار اللي تمشوا عليه. اسكو تحتاج مثلا هذاك العمل ولا هذيك الوظيفه اللي راكم باغينها، اسكو تحتاج مهارات معينه؟ اكتبوهم، ابحثوا عليهم، اقراوهم، طوروا رواحكم. اخدموا بيرسونال براندينغ، حنهضر عليه في الريلز الجايين. يعني ركزوا بزاف في الجانب هذا، وكونوا ممنهجين. منهجوا رواحكم، يعني اخدموا بمنهجيه.